اهلا وسهلا بيكم تاني في يلا سيس فورس. ان شاء الله يكون يوم سعيد في كايرو دريمينج connecting networking learning earning doing all the great stuff، وان شاء الله نتمنى نكون معاكم ان شاء الله السنه الجايه in person. مكملين رحلتنا النهارده ان شاء الله مع يلا سيس فورس تريل ماك، مكملين في رحله البيزنس بروسيس اوتوميشن، وكنا غطينا حاجات كتيره قوي من الفلوز، وبعدين دخلنا عملنا دبل كليك على السيرفيس كلاود عشان نتعرف ايه البيزنس بروسيس اوتوميشن تولز اللي موجوده في سيرفيس كلاود. اتكلمنا على الاساينمنت رول، اسكليشن رولز، سبورت بروسيس، والمره اللي فاتت كنا بنتكلم على الانتايتلمنت بروسيس. غطينا المره اللي فاتت بيج بروجكت على الانتايتلمنت بروسيس، واتفرجنا ازاي يعني ايه انتايتلمنت، ويعني ايه الاكونت ده انتايتلد لسيرفيس ليفل اجريمنت معين اس ال ايز، وعرفنا مايلستونز، واتفرجنا على الانتايتلمنت بروسيس في الكلاسيك فيرجن فيها اللي احنا كنا متعودين دايما نبنيها. سيلز فورس دايما بتفاجئنا في وينتر 26 طلعوا حاجه جديده الا وهي الاس ال اي بوليسيز، وانها simplified version of the milestone. فالنهارده ان شاء الله هنماب اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت من الانتايتلمنت بروسيس والمايلستونز، نشوف ازاي النيو يو اي هيخلينا نوصل لنفس الديستنيشن مع مور فلكسبيليتي كمان لو احنا عاوزين نعمل اكسترا اوتوميشنز هناك. alright. فده in a nutshell ايه اللي احنا هنغطيه. قبل ما نبدا ان شاء الله نوري اليو اي الجديد، تعالوا نعمل ريفريشر لما هو الانتايتلمنت مره كمان، وازاي بدانا الرحله المره اللي فاتت. فبندخل على السيت اب، وبندخل هنا على الانتايتلمنت سيتنجز. هتلاقي ان احنا عملنا انتايتلمنت مانجمنت وما اخترناش السمبليفايد اس ال اي سيت اب، لان هو ده النهارده ان شاء الله اللي هنعمله مع بيج. وبعدين بدانا نحط شويه حاجات لوك اب فلترز، وبعدين بدانا نتكلم على البيزنس اورز وكل الكلام الحلو بتاع المره. بعد ما عملنا الانتايتلمنت سيتنجز، رحنا هنا على السيت اب، ورحنا عرفنا حاجه اسمها مايلستونز، وقلنا ان احنا هنعرف المايلستونز دي، واتكلمنا ان في حاجه اسمها نو ريكيرنس، انها بتحصل مره واحده، ان في اندبندنت انها ممكن تتكرر بس مش ديبندنت على اي مايلستون تاني، بعديها سيكونشال بيحصلوا ان سيكونس اند سو اون. بعد ما عرفنا الانتايتلمنت سيتنجز وعرفنا المايلستون، رحنا على الانتايتلمنت بروسيس وقلنا يلا نبوت ات توجذر. فبدانا نعرف انتايتلمنت بروسيس، وعرفنا المره اللي فاتت بلاتينم سبورت، وقلنا انها شغاله على الكيس، وانها كانت بتبقى شغاله كمان ممكن على الانسيدنت وعلى الورك اوردر والكلام من ده. وبعدين دخلنا على الفيرجن، عملنا انيبلنج واحنا بنعمل في السيتنجز كمان ان احنا ممكن نقلها مالتي فيرجنز، فدخلينا هو على الفيرجن نمبر 1، واتفقنا ان ليها بتبدا مع الكيس، وبعديها انها هنا بتقفل مع الكيس، وبعديها كل الكلام ده جميل. وايه النكست ستيب؟ فده الانتايتلمنت بروسيس. بعديها دخلنا على البلاتينم سبورت نفسه، وبدانا نتفرج على التايم لاين هنا، فقلنا يلا بقى نحط المايلستون مع الانتايتلمنت بروسيس. فجينا هنا نقول ان لما يحصل ان الاكونت نوعه بلاتينم، انا لازم بقى ابقى كوميتد على السيرفيس ليفل اجريمنتس بتاعتي، ان انا لازم ارد عليه في خلال ساعه الفيرست ريسبونس، وعملنا ريزولوشن تايم ان انا ارد عليه في خلال الثمان ساعات، وزي ما احنا شايفين اهو على التايم لاين. بعديها دخلنا قلنا يلا نعمل اكشن. طب ماذا لو ان انا خلاص about to violate 60 minutes دول، ايه اللي هيحصل؟ فقلنا نبعت ايميل، وعملنا ساعتها ايميل تمبلت، وجينا هنا قلنا 10 دقائق ابعت ايميل. فالكلام ده بقى معناه ايه؟ معناه ان انا لو رجعت هنا وفتحت الاكونت اللي احنا عملناه المره اللي فاتت اللي هو خليناه اوريدي انه بلاتينم، لو جينا نبص هنا على السبورت ليفل هتلاقي ان هو اوريدي بلاتينم، ورحت على الريليتد على 1 هتلاقي ان الاكونت ده انتايتلد فور بوث بيزك فون سبورت اند ستاندرد سبورت. لو دخلت على الانتايتلمنت اللي احنا عملناه المره اللي فاتت وفتحت الكيسز اللي ليها علاقه بيها، هتلاقي هنا المايلستونز منوره، وطبعا لان احنا عاملينها الاسبوع اللي فات فبقينا 5 days already past due. وتعالوا نتفرج هو شكل الايميل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ده هيريزلت في ايه. يعني احنا قلنا ان قبل ما الانتايتلمنت ب 10 دقائق يتعمل هيجي لي ايميل، فهتلاقي قبل ما الانتايتلمنت ب 10 دقائق يتفايوليت اداني الورنينج اهو، والايميل تمبلت كيكد اوف، واداني ان انا عندي فيرست ريسبونس ديو ان 10 minutes زي ما احنا بالظبط عملنا لها كونفيجريشن. سو فار سو جود، تمام التمام. طيب بيزد على الكلام ده بقى تعالوا نتفرج ازاي how we will map this entitlement process للنيو version of ال SLA pulse. كل اللي انا هعمله هدخل على السيت اب،
وادخل هنا على الانتايتلمنت، ومن الانتايتلمنت سيتنج كل اللي انا هعمله انه اقول له simplified SLA setting. ده باي ديفولت حتى لو انت ما كنتش enable الفيرجننج it will enable الفيرجننج. alright، تعالوا بقى بعد ما نشوف بعد الماجيكال تشيك بوكس ده لما اتعمل ايه اللي حصل. هتلاقي هنا تيجي تدور على مايلستون تلاقيها ما بقاش في حاجه اسمها مايلستون، وبالتالي طب الكلام ده راح فين؟ هتبدا بقى هنا تكتب حاجه جديده اسمها SLA policies. ما بقاش في حتى الانتايتلمنت بروسيس العاديه، كله بقى اندر SLA policies. طب هل المايلستونز اللي انا كنت عاملها قبل كده اختفت ومحتاج اعملها تاني؟ الاجابه لا. هتلاقي ان دلوقتي البلاتينم سبورت اللي احنا عملناها المره اللي فاتت طلعها لي تحت الاس ال اي بوليسيز. كل القصه انه بقى مور مودرن يو اي. هتلاقي نفس الفانكشناليتيز، انهي بزنس اورز انت محتاج تعملها، بس المره دي بقى كمان ضافوا على الورك اوردر والانسيدنت والكيس اللي كانوا موجودين بقى في حاجه اسمها تشينج ريكوست، بقى في حاجه اسمها بروبلم. فالاس ال اي بوليسي اكسباندد بقى بتسبورت كمان مور اوبجكتس هنا، وده الجميل بقى بتاع الايه الاس ال اي بوليسي النيور فيرجن منها. طيب تعالوا نتفرج على نفس الانتايتلمنت بروسيس اللي عملناها المره اللي فاتت، بس كمان قبل ما نروح هنا هتلاقي بقى طب المايلستون راحت فين؟ هتلاقي المايلستون بقت ديفرنت تاب هنا، نفس بالظبط المايلستونز اللي احنا عرفناهم المره اللي فاتت من فيرست ريسبونس. هتلاقي الفيرست ريسبونس هنا نفس الانواع اندبندنت وسيكونشال، الديسكربشن وخلاويص على كده، مفيش اي اكسترا اوبشنز اتضافت هنا على المايلستون ديفرنت تايبس. في كمان اوتو ابلاي انتايتلمنتس. الاوتو ابلاي انتايتلمنتس لو تفتكروا المره اللي فاتت لما كنا بنيجي نعرف كيس او حتى بعرف اكونت ان هو عنده انتايتلمنت معين، كنت لازم اعمل الكلام ده مانيوال. يعني كنت باجي هنا لو انا في different project وعاوز اوتوميت القصه دي كلها، كنت ممكن اعمل ان انا بعمل فلو، والفلو بيقوم رايح مكويري الاكونت وجايب الانتايتلمنت تبعها ويحط لي الانتايتلمنت اي دي جوه الكيس، لان احنا في الاول في الاخر ان اوردر الانتايتلمنت دي تو ورك انت كل اللي محتاجه في جوه الكيس ان انت تحط الانتايتلمنت اي دي هنا. طيب عشان افويد بقى ان انا اعمل فلوز وكلام من ده وان انا اعملها اوتوميشن، هل القصه دي اتحلت في النيو يو اي؟ الاجابه اوتو ابلاي انتايتلمنت. ولما بتدخل هنا على الاوتو ابلاي انتايتلمنت تيجي تقول له اهو ان انا يس انا عاوز ادي البيزك فون سبورت، وتبدا تحط هنا الكونديشنز اللي انت عاوزها على الكيس. تمام، فادي كيس وادي كل الاكونت ريليتد وتبدا ممكن كمان تقوم مغير حاطط كل الكونديشنز اللي انت عاوزها، وبعديها ده هيخليه يؤدي الى ان القصه دي تبقى automatically assigned when satisfy this condition. حلو الكلام. يلا نرجع تاني للاس ال اي بوليسي وتعالوا نتفرج على البلاتينم سبورت اللي احنا عرفناه المره اللي فاتت. فتلاقي اهو بلاتينم سبورت نفس القصه، الانجري كرايتيريا ان الكيس كرييتد وان الكيس دي كلوز، وبعديها عندي نفس التو مايلستونز اللي كانوا عندي المره اللي فاتت. فيرست ريسبونس within 1 hour، resolution time within the same 8 hours. طيب عشان امانج الاكشنز بقى عندي هنا الهايبر لينك ده، همانج الاكشنز من هنا ونيو مايلستون اكشن. لو انت عاوز تعرف نيو اكشن وتيجي تقول اهو ان انا في السكسس ولا في الورنينج ولا في الفايوليشن، وبعدين عاوز اجي اقول هنا بيفور، نفس السيت اب بالظبط. تمام، والنيو اكشن هنا بتختار نفس التاسك ولا ايميل اليرت ولا فلو ولا اند سو اون، وبعدين ممكن اجي اهو اقول له ايميل اليرت واجي احط النيم واحط الايميل تمبلت وكل الكلام اللي احنا اتعودنا عليه المره اللي فاتت ومين الريسيبينت وهو، بس in more modern UI. وبالتالي اللي احنا عملناه المره اللي فاتت was before 10 minutes، هتلاقي اهو نفس الكلام اللي احنا عملناه هناك هتلاقيه موجود هنا. كله تمام تمام. ان شاء الله نكون خلاص الدنيا فاميليار معانا ومفيش اي confusion. فما هي الا الانتايتلمنت بروسيس موفد بقت هنا بشويه more supported objects بمور modern UI. هتلاقي المايلستونز متعرفه بنفس الطريقه. هتلاقي بقى كمان في حاجات ليها علاقه ب ان انا لو عاوز ابوز الكلوك وان انا يبقى عندي شويه فلتر كرايتيريا لامتى ابوز وامتى امبوز، وكل الكلام ده شويه اوتوميشنز اللي احنا we used to do it before using the flows بقت supported من جوه نفس السمبليفايد SLA policy. فتست
SLA عشان بس نبقى اتفرجنا ازاي بنعمله. هنعمله على الكيس، نفس القصه البيزنس اورز. هنتعرف هنا اهو على انها بتبدا تكيك اوف لما الكيس تكرييت وكلوزد، وبعدين بقول له سيف. اول ما هقول له سيف هيديني اوبشن اهو على المايلستون، اقول له عاوز احط نيو مايلستون، وابدا اقول ان النيم بتاعي ماي تيست مايلستون. وهنا بقى عندي SLA Service Level Agreement و Operational Level Agreement. الفرق ما بين SLA و OLA، ال SLA it's a commitment toward your customer. ففي واحد لما يطلبك انت محتاج ترد عليه في خلال 5 ايام. طيب ال5 ايام دول هيترجموا لشويه حاجات جوه internal جوه الشركه، فتبدا تحط operational level agreement ان انت التيم ده هيعمل لي كده، وبعد كده التيم ده هيعمل لي كده، وبعدين التيم ده هيعمل لي كده and so on. فده بس الفرق ما بين الاس ال اي والاو ال اي. بعديها بتبدا تقول ها independent ولا sequential ولا فبتبدا تحط اهو كل التفاصيل بتاعتك، وتيجي تقول الكلام ده بعد 6 ساعات، وده 1 والمايلستون كرايتيريا، وتبدا تحط كل الايه الكونديشنز اللي انت عاوز تعملها to be active او انها تكمبليت. وبعد ما بتعمل الكلام ده بتقول له سيف، ادي المايلستون بقى موجود. حلو الكلام. بعد كده deactivated and now you have it up and running. حلو الكلام. done we made it. ماشي يا شباب. I hope ان ال SLA policy وان المابنج ان الانتايتلمنت بروسيس الكلاسيك UI بتاعتها خلت عمليه ان احنا نفهم يعني ايه SLA policy ومايلستونز سهله and we can easily visualize it accordingly. ده نفس الحدوته اللي احنا عملناها المره اللي فاتت، ان انت هتيجي هنا لما اجي على الاكونت مثلا اللي له علاقه بهذا الانتايتلمنت، هتدخل هنا على الستاندرد سبورت، هتلاقي هنا الاس ال اي policy. هي بقى دلوقتي aligned مع النيو نيمينج بتاع الاس ال اي policies، فهتلاقي هنا بلاتينم سبورت بتاعتي وبعدين احطها، وبالتالي هو ده اللي بيخلي ان البروسيس تكيك اوف as soon we have any new case associated with that account له علاقه بالاس ال اي policy، اللي لما هدوس عليها دلوقتي بقى تفتح لي نيو يو اي مش الاولد يو اي. ده زي ما عملنا المره اللي فاتت لما كنا عاملين enabling بس للمايلستون مش للاس ال اي. alright perfect. I hope انها كانت useful، وده بيراب اب قصه الانتايتلمنت والاس ال اي policies. alright thank you very much. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه.